والله ما عارفة أبدأ كلامي معاكوا إزاي، ولا إن أنا أتكلم وأقول إيه على اللي حصل ده، لأن اللي حصل ده بجد أنا ما كنتش متوقعاه. جوزي شغال شغلانة واتنين، شغال الصبح شغلانة وبعد الظهر شغال شغلانة تانية. بس علشان أكون صريحة معاكوا، هو كل اللي بيجيبه بيضيع على البيت، وده طبعا بحكم ان الدنيا دلوقتي غلا، والدنيا بقت غالية جدا. وهنعمل ايه؟ وبجانب كده كمان اهلي بيساعدوني، وعلى قد ما بيقدروا بيدوني. بس الحمد لله على كل شيء. الموضوع بقى ان انا دلوقتي اقرب واحدة ليا هي اخت جوزي. من وقت للتاني انا بروح ازورها، بحكم ان احنا غير ان هي اخت جوزي، بحكم ان احنا اصدقاء وصحاب، وعلى طول بنود بعض وبنروح لبعض. وبصراحة هي لما بتكون بتحتاج حاجة عمري ما بتأخر عليها، وبروح وبزورها وبعمل لها كل اللي هي عايزاه. وقت ما بكون فاضية باخد الولاد وبنروح نقضي اليوم معاها. ولما بتكون محتاجة حاجة في البيت، إذا كان تنظيف أو غسيل أو أي حاجة، أنا بعملها لها. وده طبعا بحكم المعزة، لأني فعلا أنا بعزها وإن هي كويسة معايا ومع أخوها كمان. المهم إن أنا رحت لها يوم الأجازة وقضيت معاها اليوم، وفعلا اللي هي عايزاه أنا عملته لها. بس اللي اتفاجئت بيه منها التصرف، هي عمرها ما عملت التصرف ده، بس اللي استغربته من تصرفها ده، لقيت وانا ماشية جاية بتديني شنطة في ايدي. طبعا استغربت من حاجة زي كده، وبقولها هي الشنطة دي فيها ايه؟ لقيتها بتقولي لا ده شوية حاجات كده، شوية اكل وشوية حاجات ليكوا في البيت. طبعا انا بصيت لها كده واتصدمت، طبعا زعلت جدا. قلت هو انا جاية اقضي معاكي اليوم جاية تديني بواقي الاكل؟ هي دي المفروض ان تكون المكافأة يعني؟ طبعا زعلت ومشيت وخدت الشنطة معايا، وخدت الحاجات اللي هي اديتها لي. بس بصراحة انا من جوايا زعلت، وما قدرتش ان انا اروح ومعايا الشنطة دي. خدت الشنطة دي ورحت على امها، ايوه رحت على امها. رحت اديتها الشنطة دي وقلت لها اتفضلي شوفي بنتك عملت ايه. طبعا لقيت حماتي اتصدمت كده وبتقولي ايه اللي عملته بنتي؟ قلت لها حضرتك افتحي الشنطة وشوفيها. طبعا فتحت الشنطة لقيت فيها بواقي اكل. قالت لي طب ايه المشكلة يعني؟ قلت لها هو احنا جعانين؟ احنا مش لاقيين اكل؟ ان هي وانا ماشية من عندها تديني بواقي الاكل؟ انا مش محتاجة حاجة، لا انا ولا جوزي ولا ولادي. طبعا حماتي لقيتها كده زعلت من طريقة كلامي، وعلى طول كلمت بنتها، وبنتها كمان لقيتها كلمتني وزعلانة من حاجة زي كده، وتقولي انت ازاي تعملي حاجة زي كده؟ انا مدياكي حاجة وبساعدكوا ان انت تجري على امي وتكلميها وتقولي لها هي دي المكافأة المفروض اخدها منك؟ طبعا قلت لها امال انت منتظرة ايه يعني؟ المكافأة ان انت تديني شنطة اكني جاية شغالة عندك؟ هل انا غلطانة في اللي عملته ده؟